10 حاجات لو عملناهم ان شاء الله طفلك مش هيروح لاخصائي تخاطب او مش هيجيلنا بشكل عام. اول حاجه معانا هي الفحص المبكر او اليقظه اثناء ميلاد الطفل. يعني ببساطه لازم نخلي بالنا كويس جدا لما الطفل بتاعنا يتولد. اثناء الولاده لازم الطفل يتفحص كويس جدا جدا مع اخصائي اطفال او مع طبيب اطفال، يعني يشوف اذا كان في ربط لسان، اذا كان في مشاكل جسمانيه، او يشوف كمان محيط الراس والطول بتاع الطفل وجسم الطفل. هل هو الطفل محتاج يخش حضانه من عدمه؟ هل عنده نقص اكسجين؟ هنشوف بالتفصيل اذا كان الطفل محتاج اي تدخل طبي في الوقت بتاع الولادة ولا لا، ودي من اهم الحاجات اللي بتقيك في المستقبل من ان الطفل بتاعك يحصل له اي مضاعفات تسبب له مشاكل في العقل او مشاكل في اللغة مستقبلا. تاني حاجة معانا وهي عمل فحص او مقياس السمع، والحمد لله مصر دلوقتي بقى فيها مقياس سمع اثناء عملية كتابة المواليد. بيتاخد شويه او بيتعمل شويه فحوصات او من ضمنها مقياس السمع. مقياس السمع لو اتعمل في مرحله مبكره بيقي الطفل من حاجات كتير جدا ممكن تحصل له في المستقبل، خاصه لو عنده مشكله سمعيه سواء ضعف او اعاقه سمعيه تماما. يعني لو عنده ضعف ممكن في المستقبل في اقرب فرصه الطفل بيتركب له معين سمعي، فبالتالي بيقي من انه يتاخر في اللغه او ما يبقاش زي اللي في سنه. او لو الطفل عنده اعاقه سمعيه او مشكله في القوقعه بيتم عمل او اخذ دور ان الطفل يتعمل له زراعه قوقعه، فبالتالي برضو الطفل بيبقى عنده بيترحم من مشكله عدم السمع، فبالتالي الطفل بيتطور تطور طبيعي. تالت حاجه معانا ان احنا نتابع مراحل تطور اللغه بتاعه طفلنا او مراحل تطور الجسماني بتاع الطفل بشكل عام. يعني نشوف الطفل هل بيكبر بشكل طبيعي، هل قعد في ميعاده، هل مشى في ميعاده، هل بدايه من صيحة الميلاد، يعني من أول يوم الطفل بيتولد بيه المفروض الطفل يطلع صوت أو صيحة الميلاد أو البكاء الطبيعي بتاع الأطفال. لو الطفل بتاعنا ما مرش بمراحل التطور بتاعته الطبيعية يبقى في عنده مشكلة، برضه محتاجين تدخل طبي أو محتاجين إن احنا نعمل تدخل مبكر للطفل. يعني إذا كان الطفل ما مرش بمرحلة المناغاة مثلا في سن 3 شهور مثلا أو 4 شهور، الطفل بعد كده ممكن يتأخر في إنتاج الكلمة الأولى. الطفل لازم نبقى عارفين كل مرحلة عمرية بينتج فيها كلمات ايه او بيبقى متطور او متطور ازاي. ولو حابين برضو نتكلم عن مراحل تطور اللغة باستفاضة ممكن نبقى نعمل لها فيديو. لو انتوا حابين نتكلم عن الموضوع ده سيبوا في التعليقات ان احنا حابين نتكلم في الموضوع ده وهنتكلم عنه في فيديو منفصل بالتفصيل الممل. يعني بلاش نبقى كسلانين او مستسهلين الموضوع. يعني مش عشان نرتاح من عياط الطفل نقعد الطفل بتاعنا قدام التلفزيون لمدة ساعتين 3 وهو في سنه لا يسمح بده. ما يبقاش عشان الطفل بيزن وبيرتاح او بيسكت قدام التليفون او التلفزيون نقعده فترات طويلة او نقعده قدامه في سن لا يسمح له بده. فبالتالي الطفل بيتأخر عن اللي في سنه بسبب ان احنا حرمناه من حاجات كان المفروض يتعلمها في العمر ده وحطينا مكانها بدايل. البدايل دي بتخلي او بتعمل فاصل ما بينك وبينه او بتخلي الطفل اللغة بتاعته تتأخر. خامس حاجة معانا وهي اللعب او الكلام الكتير مع الطفل. يعني ببساطة عايزك تتكلم مع الطفل كلام كتير كتير كتير، حتى لو كلام اكبر من سنه اتكلم معاه كأنه شخص كبير، احكي له واتكلم معاه حتى لو هو مش فاهم ده. ليه بقى؟ عشان الطفل يبقى عنده مخزون من الكلمات او من الاصوات اللي بيسمعها، عشان ده بيخلي الطفل يتسند عليه لما يجي يتعلم اللغة يبقى هو سمع كلمات كتير او عنده محصول لغوي سمعه او اللغة الاستقبالية بتاعته قوية. بس حاجة معانا، حاول تجيب لطفلك ألعاب فيها مثيرات بصرية ومثيرات سمعية. يعني جيب له حاجات فيها ألوان أو حاجات مضيئة بحيث الطفل ينتبه إليها، وهات للطفل حاجات فيها أصوات زي أصوات الحيوانات أو أصوات الحاجات اللي حواليه بحيث إن الطفل يبقى عنده برضه مخزون من البصر ومن السمع، وكمان الانتباه البصري والسمع بتاعه يزيد ويبقى طفل متطور أو بيتطور أو أنت بتحاول تطوره طول الوقت. سابع حاجة معانا بيسموها العلماء طور التسمية أو مرحلة التسمية. وفي المرحلة دي لما الطفل يصل إليها تقريبا بتكون من سن 9 شهور أو سنة. من 9 شهور إلى سنة أو سنة وشهرين الطفل بيحتاج يعرف كل حاجة حواليه. حاول تسمي له كل حاجة يشوفها أو يسمعها حواليه. يعني لو شاف معلقة دي معلقة بناكل بيها، والطبق هنحط الأكل فيه، وده صوت الحمار، وده صوت البطة.
شايف الحصان بيجري كده وده صوته وده صوت الفيل وده شكل الفيل. حاول تعلمه كل حاجة وتسمي له كل حاجة حواليه، ويعرف أسماء العائلة ويعرف أخوه ويعرف أخته ويعرف ماما ويعرف بابا. يعني كل حاجة حواليه حاول يبقى ليها تسمية للطفل، حتى لو الطفل ما بيقولهاش بالمعنى الصحيح أو باللفظ الصحيح، أو حتى ما بيقولهاش كويس أو ما بيقولهاش خالص، فالطفل في مرحلة ما هيبدأ يقولها أو يكرر الكلام اللي أنت قلته له. تامن حاجة معانا وهي بلاش الاستسهال. يعني ايه؟ يعني بلاش الطفل يقودك الى مرحلة الاستسهال، بمعنى ان الطفل مسك ايدك وخدك ناحية الماء يبقى هو عطشان يبقى انا هستجيب له، ده مش صح خالص. لازم الطفل يبقى طول الوقت محفز انه يتكلم ويطلع اصوات. يعني بلاش نستسهل انه لما يشاور لنا على الماء او يشاور لنا على الاكل او يشاور على حاجة معينة نجيبها له بسهولة، لان انت كده ببساطة بتقول له احنا هنتعامل بالاشارة وبلاش نتكلم. يبقى لازم نحاول نحافظ الطفل ونصبر ونتجنب ان احنا نتعامل معاه بالاشاره. تاسع حاجه معانا وهي التفاعل. بمعنى ايه يا جماعه التفاعل؟ يعني بلاش طفلك تقفل عليه الباب وتخاف عليه بطريقه اوفر. الطفل لازم يحتك بالاخرين، الطفل لازم يشوف الشارع، الطفل لازم يعرف اطفال من سنه، الطفل لازم يلعب مع اطفال من ذوي جنسه او حتى من غير جنسه. بمعنى ان اطفال الولاد تلعب مع الذكور وحتى مع الاناث. وكذلك الطفل لازم يخرج ويشوف السوبر ماركت ويشوف السوق ويشوف الحيوانات اللي في الشارع ويشوف شكل الشارع ويشوف كل حاجة حواليه. يعني يحتك بالبيئة احتكاك كامل ما يمنعوش انه يكتسب لغة من البيئة، لان التفاعل الاجتماعي من اهم الحاجات اللي بنشتغل عليها اصلا مع الاطفال، عشان دي بتخليه يقدر يتعامل مع البيئة اللي حواليه، او لما يخرج الشارع يبقى عنده قدرة على معرفة الحاجات اللي حواليه ويقدر يتفاعل مع الاشخاص الاخرين بأي شكل. عاشر حاجة معانا ان احنا نقرأ قصص للطفل او حتى نشرح له او نوري له قصص مصورة. يعني في قصص بتتقرأ او بتتحكى، انك تحكي له قصة يوميا مثلا بالليل او حتى يوم او وقت معين في اليوم. المهم ان انت تبدأ تحكي له قصص او تسمعه قصص، وفي مرحلة ما لما الطفل يبدأ يتكلم معاك لو حتى كلمات بسيطة اطلب منه انه يحكي لك القصة. كمان القصص المصورة او القصص اللي فيها صور، الطفل ممكن يتفرج على الصورة ويبدأ يقول لك او يوصف لك الصورة دي. برضو مرحلة من ضمن المراحل اللي بتخلي الطفل يتعلم انه يسرد حديث او يتعلم انه يكون اكتر من كلمة عشان يقول في النهاية جملة واضحة للاخرين. طبعا ده جزء من ضمن الحاجات اللي لو عملتها الطفل ان شاء الله ما هيروحش تخاطب او مش هيبدأ يروح لجلسات تخاطب او ما يجيلناش. طبعا في حاجات اكتر من كده بكتير. لو حابين نكمل او نعمل جزء تاني من الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات، وطبعا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير في كل حتة وادعموا البيج. اشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.